مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من الزاوية البيئية. سنبدأ حلقتنا اليوم بمعلومة مهمة قد لا يعرفها الكثيرون. مستمعينا الأعزاء، إن المواد الحافظة الموجودة في كيس دوريتوس واحد تكفي لتحنيط كلب صغير. مستمعينا الأعزاء، سنتناول في حلقتنا اليوم موضوع المضافات الغذائية وتأثيرها على الإنسان والبيئة. استخدم الإنسان منذ زمن طويل الطرق الطبيعية في حفظ غذائه، فقد تبين أن الشعوب القديمة قد استخدمت الملح والتوابل والمركبات الناتجة من حرق الأخشاب في حفظ اللحوم والأسماك، سواء عن طريق التدخين أو التمليح أو التجفيف. ولكن نظرا لتزايد عدد السكان على وجه الأرض، كانت هناك حاجة ماسة لإنتاج كميات كبيرة من المواد الغذائية لتغذية هذا العدد الهائل من البشرية، والاحتفاظ بصلاحية هذه المواد الغذائية أطول فترة زمنية حتى تتوفر في كل مكان وزمان. ولذا قام علماء الغذاء والتغذية باستخدام المضافات الغذائية في الأغذية، وقد بدأ استخدامها في عام 1950. وفي عام 1960 تم إنتاج ما يقارب 2500 مادة تضاف إلى الأغذية وتعرف بالمضافات الغذائية. مستمعينا الأعزاء، المضافات الغذائية هي مواد ذات منشأ كيميائي أو طبيعي تضاف للأطعمة لتؤدي أغراض معينة كحفظها من التلوث وعوامل الفساد، أو تستخدم كمواد ملونة أو منكهة أو مزيدة للكثافة. وتقسم المضافات الغذائية إلى 5 أقسام رئيسية، وهي: أولا، المواد الحافظة، وهي مواد كيميائية تضاف إلى الأغذية بغرض تثبيط ومنع نمو الكائنات الحية الدقيقة، وكذلك منع فساد الأغذية. ثانيا، المتممات الغذائية، وهي أغذية مضافة إلى الغذاء لزيادة قيمته الغذائية، مثل إضافة الفيتامينات والأملاح والبروتينات للأغذية. ثالثا، المواد المنكهة، مثل المواد والمحليات الطبيعية أو الصناعية التي تعطي المنتج مذاقه ونكهته الخاصة. رابعا، المواد الملونة، تضاف للأغذية والمشروبات والحلويات والسكاكر لإعطاء اللون الجذاب. خامسا، مواد تحسين القوام، وهي مواد تستخدم لزيادة القوام أو كثافة المنتج أو لتكوين مستحلبات، وكذلك تمنع انفصال المواد الغذائية. مستمعينا الأعزاء، للمضافات الغذائية ضوابط معينة وقوانين تحكمها وتحدد الكميات المسموح بها في المادة الغذائية. ففي حالة زيادة الكمية عند الحدود المسموح بها، فإنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل تكوين الأورام السرطانية، التأثير على وظيفة القلب، الكبد والكلى، والتأثير على المخ والجهاز العصبي، وقد تؤدي إلى أمراض في الجلد والفم، وتؤدي إلى تدمير الفيتامينات الضرورية، بالإضافة إلى أضرار التلوث البيئي التي تلحقه صناعة المضافات من مواد حافظة وملونات إلى البيئة في كافة مراحل تصنيعها، والنفايات التي تنشأ من عمليات التصنيع الكيميائي لها. مستمعينا الأكارم، أن للمواد الحافظة في الأغذية فوائد، إلا أن لها بعض السلبيات. ومن السلبيات تحسين المواد الغذائية التي ليس لها قيمة غذائية، وتعتبر من الأغذية الرديئة أو غير ذات قيمة غذائية، لا يوجد فيها المتطلبات الأساسية للنمو، وقد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحتهم. ومن أمثلة المواد الحافظة بنزوات الصوديوم، تستخدم كمادة حافظة في المشروبات وفي بعض المواد الغذائية. والجرعة السامة حسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة قد تؤدي إلى الإصابة في تكوين السرطانات وكذلك داء الربو لدى الأطفال. مادة الفوسفات تستخدم كمادة حافظة في المشروبات الغازية، ففي حالة استهلاك كميات كبيرة من الفوسفات يؤدي ذلك إلى تقليل امتصاص الكالسيوم والحديد في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى وهن العظام عند الأطفال. مادة BHT تستخدم هذه المواد الحافظة في الأغذية التي تحتوي ضمن مكوناتها زيوتا نباتية،
وقد أوضحت بعض الدراسات أن ازدياد استهلاك هذه المواد الحافظة وتجمعها في الجسم قد تؤدي إلى زيادة الخطورة في الإصابة بالسرطان وتضخم الكبد، وقد تؤثر على الجهاز العصبي، ولكن استخدامها في الحدود المسموح بها تعتبر آمنة وليس لها ضرر على صحة الإنسان. مادة السولفيتس تستخدم كمادة حافظة في الأغذية، وقد تم منع استخدامها في الفواكه والخضروات الطازجة في عام 1985 نظرا لحساسية بعض الأشخاص لهذه المادة، وقد تؤدي إلى الوفاة. مادة النتريتس تستخدم هذه المواد الحافظة في اللحوم المصنعة، وتستخدم هذه المواد لمنع نمو ميكروب كلوستريكيليوم باتولينوم والذي يفرز سموما عالية السمية، ولكن يجب استخدام هذه المواد الحافظة في الحدود المسموح بها، حيث ثبت علميا أن هذه المواد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، والجرعة المميتة للإنسان 2 جرام. وبما أن المواد الحافظة أو المواد الملونة ليست آمنة كليا، فقد تظهر بعض الأعراض الجانبية أو الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان، وذلك بعد فترة زمنية من استهلاك وتراكم هذه المواد. وقد تم منع استخدام الكثير من المواد الحافظة والملونة بعد ثبوت علاقتها بتكوين السرطان في جسم الإنسان، ومثال على ذلك برمونات البوتاسيوم، حيث كانت تستخدم منذ أمد بعيد في المواد الغذائية. مستمعين الأعزاء، كيف نحمي أنفسنا من المضافات الغذائية؟ أولاً، عن طريق شراء الأغذية الخالية أو المحتوية على أقل نسبة ممكنة من هذه المضافات من خلال قراءة قائمة المحتويات على بطاقة البيانات على المادة الغذائية. ثانياً، تجنب الأغذية ذات المضافات الغذائية التي تسبب له مشاكل صحية. ثالثاً، تجنب تناول كميات كبيرة من بعض الأغذية الخفيفة التي تحتوي على كميات كبيرة من الألوان، وخاصة بالنسبة للأطفال، والاستعاضة عنها بالأغذية الخفيفة المعدة بالمنزل أو الفواكه والخضار. رابعاً، المراقبة الشديدة والدورية من قبل الدولة على الصناعات الغذائية، وخاصة الأغذية التي تصنع للأطفال من شيبس وسكاكر وجيلاتين وغيرها من الشرابات الملونة والعصائر الصناعية، والتأكد من خلوها من المواد الحافظة والملونات الممنوعة دوليا، والتأكد من النسبة المسموح إضافتها لتلك المنتجات بالحد الأدنى. خامسا وأخيرا، منع استيراد المواد الحافظة والملونة المحظورة دوليا. مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية زاويتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.